فإنا كذلك نفجع بقتل الحسين بن علي. ألا لعنة الله على من قتل الحسين. فلما بقي الحسين نهاره ذلك لا يجوز أحد أن يتقدم عليه، حينئذ تقدم أشقى القوم شمر بن الجوشن وصاح للناس ويحكم ماذا تنتظرون؟ أحيطوه به واقتلوه. فلما دنوا منه رضي الله عنه صار الحسين يصول ويدور بسيفه كالسبع. ثم صاح شمر بن الجوشن مرة أخرى اقدموا اقدموا، فتقدموا إلى الحسين بكثرة أحاطت به، فقام شمر بن الجوشن وقيل سنان بن أنس فرمى الحسين برمحه في ترقوته ثم طعنه في صدره فسقط الحسين أهوى، فاجتمعوا عليه وقتلوه وعزوا رأسه وقطعوا رأسه الطاهر في ساعة. لو تكلمت الأرض لقالت لعن الله من قتل الحسين، ولو تكلمت السماء لقالت لعن الله من قتل الحسين، ولو تكلمت الجبال لقالت لعن الله من قتل الحسين. ولا نقول إلا لله وإنا إليه راجعون. فاضت روح الحسين شهيدا مظلوما. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فأما من قتل الحسين أو أعان على قتله أو رضي بذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فلما خر الحسين شهيدا حثوا رأسه ونهبوه أهل بيته: عليك سلام الله وقفا، فإنني رأيت الكريم الموت ليس له عمر كما طاهر الأرداء، فلا تبقى بقعة فلا تدوى إلا اشتهت أنها